كانت ذكية أكتر من اللي حواليها وجميلة أكتر من اللي تصوروها، لكن الأهم من كده كانت بتعرف تمشي على حافة الخطر وهي مبتسمة. كليوباترا آخر ملوك البطالمة في مصر، واللي نهايتها كانت بداية سقوط آخر مملكة مستقلة في العالم القديم. بعد ما استرجعت عرشها بمساعدة يوليوس قيصر، فضلت كليوباترا ملكة على مصر فعليا، لكنها كمان بقت جزء من اللعبة الأخطر في العالم، وهي سياسة روما. قيصر فضل في مصر فترة طويلة، انجذب لذكائها قبل جمالها. كليوباترا خلفت له ولد اسمه قيصرون، وكانت شايفة ان ده الضمان لمستقبلها ومستقبل مصر. علاقة قيصر بكليوباترا أثارت غضب مجلس الشيوخ في روما، ولما رجع قيصر على روما تعرض لمحاولة اغتيال سنة 44 قبل الميلاد، واتقلبت الدنيا على كليوباترا من جديد. اللي مسك بعد قيصر حكم روما كان 3 من القادة، منهم مارك أنطونيوس، الراجل اللي هيغير مجرى حياة كليوباترا. التقوا لأول مرة في مدينة تريسوس في آسيا الصغرى. كليوباترا دخلت عليه على سفينة ضخمة مزينة بالذهب والعطور، وكانت لابسة زي إزيس. المشهد كان خرافي، خلى أنطونيوس يقع في سحرها من أول لحظة. العلاقة بين الاتنين اتحولت لتحالف، وبعد كده حب، وبعد كده تحالف تاني ضد أوكتافيوس وريث قيصر، اللي شاف في وجود كليوباترا خطر على حكمه. سنة 31 قبل الميلاد حصل معركة أكتيوم البحرية بين أنطونيوس وكليوباترا من جهة وأوكتافيوس من الجهة التانية، والنتيجة كانت كارثية. أسطول كليوباترا انهزم وأنطونيوس انسحب مع جيوشه، وبكده انتهى الحلم. رجعت كليوباترا على مصر، ولما وصل أوكتافيوس الإسكندرية لقى أنطونيوس بينزف بعد ما طعن نفسه بالسيف ومات بين إيدين كليوباترا. وهي اختارت نهايتها بنفسها، دخلت غرفتها الملكية وخلت أفعى الكبرى تلدغها في دراعها، وماتت وهي متوجة زي ما عاشت دايما، ملكة حتى في موتها. وبموت كليوباترا سنة 30 قبل الميلاد انتهى عهد البطالمة في مصر، وبدأت مصر فصلها الجديد تحت حكم روما.